فنانة شريهان كتبت كلام جميل جدا جدا لأنغام. كتبت لها ايه بقى؟ كتبت لها: سلامتك من أبسط أوجاعك، سلامتك من كل شيء يرهقك أو يتعبك، أثق في إيمانك بالله وصبرك وقوتك، قومي إلينا سريعا بمنتهى العزيمة والإرادة، ننتظر بكل حب. ده الكلام الجميل اللي كتبته شريهان لأنغام عشان خاطر تقويها في الفترة اللي هي فيها. والحمد لله امبارح سمعنا ان أنغام رجعت مصر الحمد لله. حاليا لسه في فترة النقاهة، ونزلت الصورة ليها هي وأولادها بتطمن الناس عليها. الحمد لله ان هي بقت أحسن شوية من الأول الحمد لله. ربنا يا رب يتمم شفاها على خير. ناس كتيرة جدا جدا فرحت جدا برجوع أنغام وكتبوا لها الكلام اللي قدامكم ده. كان من الناس دي الفنانة نبيلة عبيد، كتبت لها: ألف حمد لله على سلامتك، نورتي مصر ونورتي بيتك يا حبيبتي. وكمان المذيع محمود سعد اللي قال من الطيارة على أرض مصر: سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد لله على السلامة، نورتي بلدك، وصوتها جميل ومتألق كالعادة. والصراحة محمود سعد كان من أكتر الناس القريبين جدا من أنغام، عشان كده كان بيطمن الناس كتير عليها. يعني هو كان بيتواصل معاها كتير جدا وهي في ألمانيا بتعمل عملية، وكان بيطمن الناس عليها بشكل كبير جدا. وكان طبعا بيقول إن مش هي اللي كانت بترد عليه إن هي كانت تعبانة، بس كان أبنائها بيردوا عليه، وهو يعني هم اللي كانوا بيطمنوا عليها. وكان دايما بيقول للناس يدعوا لها ان هي دلوقتي حاليا بتعمل عمليات او تعبانه جدا او لسه يعني محتاجه دعاكم. فمذيع محمود سعد بصراحه من الناس اللي الناس شافتها ان هم يعني كانوا واقفين جنب انغام بشكل كبير جدا، وكمان كانوا بيطلبوا من الناس ان هي تدعي لها بشكل كبير قوي يعني. فهي حاليا في بيتها في الساحل الشمالي بتقضي فترة النقاهة بتاعتها لأن هي لسه ما خفتش تماما. وكانت وصلت لبيتها امبارح في طيارة خاصة من ألمانيا. ربنا يعني يشفيها ويعافيها. ولقت هناك أسرتها والناس القريبين جدا جدا منها، وعشان كده أول صورة اتصورتها كانت مع أولادها. وبعد كده مديرة أعمالها رندا اللي هي كانت زوجة محمد الشرنوبي بس انفصلوا. بس هي كانت يعني هي حاليا مدير، يعني ما زالت مديرة أعمال أنغام. فكانت قلقانة جدا جدا عليها وتصورت معاها عشان تبين الناس أو تطمن الناس عليها وتبين لهم إن هم قد إيه يعني كانوا قلقانين عليها. ففي ناس كتير جدا جدا بتحب أنغام، سواء أسرتها القريبين منها قوي أو الناس اللي هم المعجبين او المتابعين بتوعها. كل الناس دي بتتمنى لها ان ربنا يشفيها ويعافيها. واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني لما تخف وكده هترجع بقى تتكلم او تحكي قصتها او ايه اللي حصل معاها، زي ما عملت الفنانه الجميله ياسمين عبد العزيز اللي مرت بفترة تعب يعني كانت صعبة جدا، وطلعت حكت فترة التعب دي والتفاصيل بتاعتها مع المذيعة منى الشاذلي. وكان كلامها فعلا يعني خلى الناس اتأثرت جدا، ومكانوش متخيلين ان هي مرت بتعب كبير جدا. بس قالت ساعتها الحاجة اللي خلتني قدرت اقوى وارجع تاني زي الاول هي حب الناس. وكنت بشوف دايما الناس بتدعيلي على الصفحة عندي. وكمان كان في وقت يوم عرفة، فقالت كل الناس اللي كانت في الحج كانت بتدعي لي ان ربنا يشفيني، وده اللي خلاني قمت وربنا شفاني. فقالت من اكبر النعم عليا هي نعمة حب الناس، دي حسيت فعلا بقيمتها في وقت تعبي. وقالت كمان نعمة الصحة حسيت برضو بقيمتها. قالت الصحة وحب الناس من اكتر الحاجات اللي انا حسيت بقيمتهم جدا، وعرفت ان انا يعني مينفعش حد يشتريهم ابدا بالفلوس، وان دول نعمتين غاليين جدا جدا عند اي حد.